صار في دخول لقلب البيت الهاشمي. انتم تعرفوا عبد الله ابن الحسين اللي خطب هذه البنت ايش يصير؟ هو سيكون الملك القادم، يعني هو ولي العهد، يعني هو حتى ما هو انه لم يسمى من بين اخوته، لا هو سمي ولي عهد الاردن، بمعنى انتظروا الملكه القادمه هي ملكه من قلب نجد. وطبعا هو من قلب نجد هكذا يعني تمرير نقوله، بمعنى انه يعني اعلان او اللوحه الكبيره، لكن الحقيقه انه كان هناك شغل ولعب للمخابرات السعوديه. طبعا احنا قلنا لكم ما لنا شغل في العلاقه الشخصيه، لو الواحد تزوج شيطانه ولا الوحده زوجت لها شيطان ما يعنيني، بس ان احنا بنتكلم سياسه هنا. كانت هناك في لعبه كبيره تدار، وهؤلاء الهاشميون خلينا نتكلم بكل صراحه، من يوم ان كانوا في الحجاز تحديدا في عهد الشريف حسين الى ان وصلوا الى سوريا ثم الاردن، ثم الان في الاردن، في شرق الاردن، في العراق عفوا، فيصل وما فيصل، تعرفوا الاشياء اللي صارت وكذا، لم يوعبوا الدرس ولم يفيدوا من هذه الدروس، الا دائما يدخل فيهم الى نخاع التصرف في البيت الهاشمي، فتكون الدمار ويعني كذلك انصراف وزوال البيت الهاشمي، طبعا الى ان صاروا في الاردن فقط. فاحنا بنتكلم عن هذه الزيجه الان، الزيجه انه ال سعود بالمناسبه، اذا كان ال سعود ما يشوفوا قطر ولا الكويت ولا الامارات ممكن مساحتها تخدم، بس حتى برضه الامارات ودع عنكم عمان انتهينا، وهي عندها ثروات وبترول وغاز وصناديق استثماريه وسياديه هائله في بريطانيا وفي امريكا وفي المانيا وفي فرنسا، مئات المليارات من الدولارات بل تريليونات اذا جمعت قطر الى الكويت الى عمان الى كذلك الى البحرين، عفوا مش البحرين، الى الكويت، فتجد مئات يعني على الاقل 3-4 تريليون دولار. فآل سعود لا يقيمون لهم وزنا، حتى اللي جراهم على هذا انه بعض حكام تلك الدول يعني يصمونها يعني المملكة السعودية بأنها ايش؟ بأنها الشقيقة الكبرى. فهذه إشكالية كبرى الحقيقة عندنا، إنه النظام السعودي لا يرى لهؤلاء. فكيف أنت بالأردن اللي أصلا مو ما حد شايفك أصلا، أنت ما لا هم ما هو زي آل ثاني ولا آل الصباح ولا آل نهيان ولا آل مكتوم ولا آل قابوس، لا هم حاقدين عليك انك هاشمي تقول 1 2، حاقدين عليك ايضا انك جالس يعني ترد وتصد ابن سلمان عن انه قضية الوصاية الهاشمية على البيت المقدس. احنا ما نتكلم عن هذه الوصاية وتركيبتها وكيف ونؤيد ما نؤيد وايش وضعه وعاد عرب وما عرب، ما هو شغل الان. يعني نتكلم عن الصورة السياسية العامة. فهو حاقد ان جالس تصده، فهو يبغى لانه في الحجاز، هو محتل الحجاز منذ 100 سنة هو واجداده، فيبغى يكملها. فيقول لك اذا قشعت النظام الاردني ده وخلص، طبعا انتهينا، صارت عندي ونفعل اهل فلسطين ما لم يفعله احد بهم، لانه الحجاز خلاص خلصنا. طيب الفكرة هنا انه هذه الامم الغربية وتحديدا الصهاينة ما هو طرق قضيتهم سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20. الجميع يعرف انه ملك الاردن عيان على قول اخواننا المصريين، ومريض وتعبان والى اخره. ايش المعنى؟ جاء عبد الله جاء انتهى الموضوع خلاص. اذا انت زرعت ودخلت، جبت الكرم الدب الكرمك، وجبت الفار حطيته في حجرك في عبك في يعني انت اللي جبت انت اللي جبت الكارثه لنفسك، وانت جالس بكره اذا صار ولي العهد، ونعرف كيف تاثير المراه على بالذات المجتمعات المنفتحه، دع المجتمعات الصارمه التي حتى بالنسبه للزوجه تقف امام جلاله الام والى اخره، لا هذه المجتمعات ابدا الزوجه وكذا وكذا. وكلنا شفنا احنا طبعا تذكر زوجات النساء ولا تذكر امهاتهم، بالذات القيادات والى اخره في هذا العالم في 100 سنة الأخيرة على الأقل. وأيضا الذين المتفرنجين يبدو هذا عليهم أكثر منه. فإذا جاء بعد سنة 2 3 4 5 10 والآن هو ولي عهد يستطيع أن يمرر كثير من القرارات، فاعتبروا أن النظام السعودي هو محتل حقيقي للأردن، وانظروا إلى بعض الدعومات التي ستأتي في القريب العاجل للمملكة الأردنية الهاشمية من جراء هذا. ثم يعني همسة هكذا في أذن هؤلاء الأردنيين اللي هم جماعة الهاشميين وجماعة عبد الله بن الحسين وجماعة حسين بن عبد الله وعبد الله بن الحسين والجماعة هذول. السؤال يعني انتوا جيتوا الرياض انت وحسن بن طلال وال عشان تعرفوا ايش الهدف. انا اكلم الناس ترى، يعني هذا الشيء اللي شفناه. قال لك اتصل
وبارك محمد بن سلمان. طيب انت ولي عهد وهذا ملك وهذا عمه وهذه الاسره كلها جات، وهذه ملكه ولا قدر يطب على قولهم طبة يعني طب الطرقيين يعني كذا نقز عليهم. لا، هذا دليل الازدراء والاحتقار. انتظروا، انتوا نسيتوا قصه باسم عوض الله. انتوا تعرفوا مين هو باسم عوض الله؟ هذا باسم عوض الله اصلا يبغى له فيلم الحال. باسم عوض الله هو عراب بيع بيوت المقدسيين للصهاينه. عراب السمسار حق البيع باسم عوض الله. زرعوا ابن سعود وهو مستشار عند بن سلمان، زرعوا في قلب القصر الملكي. فهي يعني ما ابغى اخاطبكم في القرآن ولا يرون انهم يفتنون في كل عام ما لا شيلوا القرآن. شوفوا سنن التاريخ قدامكم. كل الورطات جاتكم من هذه النظرة، كل الورطات جاتكم. والقضية هنا احنا ليس يصل على النظام السعودي على النظام الاردني، يتطاققوا ببعض ان شاء الله يعني ويخشوا ببعض يفني بعضهم بعضا. لكن الفكرة هنا انه هذا الزواج قرن الشيطان فعلا اصبح خازوقا في قلب البيت الهاشمي. 10 سنوات انتظروا، بل من الان اذا جاءت الثروات وجاءت الاملاءات ولا. ثم الشيء العجيب انه هذا الهاشمي ولد عبد الله ابن الحسين اللي هو ولي العهد هذا، ما وجد له في الهاشميات في الحجاز من احد يعني اللي يروح فما الزيجات ما هي الزيجات السياسيه، هي ان تاتي الى الاردن مثلا. انا ماني خبير والله بقبائل الاردن وعشائرها الكريمه وكذا، وهم حقيقه يعني حتى كنت اتمنى يوم في حياتي اني اعيش في باديه الاردن فتره طويله على الاقل 6 شهور، يعني حيتاثر حتى يمكن بالمسلسلات وما فيها من المراجل الاردنيه القديمه. ولكن الفكره هنا انه في عشائر عظيمه في الاردن، وفي يعني سواء كانوا شوف التفريق فلسطيني واردني، لا في عشائر عظيمه. كان بالامكان مد الجسور مع هذه العشائر، وكان بالامكان مع هذه القبائل العربيه الاصيله الكريمه، وانك تستطيع ايضا ان تثبت وان تقوي من حيث الجيش ومن الى اخره. اللي صار ما هو كذا، اللي صار عموما احنا بنتكلم عن انتظروا الايام القادمه او السنه ال5 سنوات ال6 سنوات وتشوف التغييرات اللي تيجي في الاردن، وتشوف طبعا احنا قلت لكم احنا ما يهمنا يزول هذا النظام ولا يسقط هذا النظام براحتهم. وانا اخشى ما اخشى انه يصير في نوع من التذاكي انه لا والله احنا نخش لا يا حبيبي، انت لا عندك فلوس، انت لا عندك ارض كبيره، انت حتى خايف تقترب من اي دعوه ممكن ان تلصق بك انك يعني تدعم فلان كما دعم جدك القديم. خطاب لملك الاردن، جدك القديم كما دعم حزب الاحرار الحجازي. لا، هذه انتهت كلها. فاللي صاير الان هي مؤامره، هي خازوق نجدي في قلب البيت الهاشمي. واحنا احنا قاعدين الحمد لله، اذا الله مدلنا في العمر بتشوف التغييرات اللي بتصير وبتشوف الاسرار اللي بتخرج. ومين اللي قال لكم يوم من الايام واحده ما تتزوج واحد وانه ما يكون فيه تسريب وانه ما يكون فيه، لانه خلاص هذه في قلب في هذه هي اللي تدخل. شوفوا حتى الوقائع، اقروا في الكتب، في كتب المخابرات وكذا، كيف يسلطون على الرجل زوجته ويسلطون له اقرب الناس اليه من اولاده وبناته وياخذون كل البيانات وكل المعلومات المطلوبه. فاذا نحن نتكلم عن موضوع خطر جدا، طبعا خطر لنا كمتابعين فقط، ولا هم ايش يصير بعض ليفني بعضهم بعضا، احنا ما عندنا مشكله.